اول حاجه بالنسبه للرز، هي طريقتي مختلفه شويه. هو في ناس بتعملها بس هي مختلفه شويه، ما بسويش الرز نص تسويه او ربع تسويه، هو بنقعه. اول حاجه اما افكر اعمل الفراخ المحشيه او الحمام بنقع الرز قبل ما بعمل اي حاجه. بتنقعيه في ميه عاديه، بتغسليه وبعد كده بتنقعيه في ميه عاديه خالص لمده 10 دقايق او ربع ساعه. بعد كده معايا الفراخ، بتمسكيها كده، تخلي الجلد، تفصليه عن اللحم بتاعها زي ما انتوا شايفين كده، وتحاسبي بقى وانت بتعملي الحركه دي عشان ما تتقطعش منك، لان هي اتقطعت مني في الفيديو. بعد كده ضربه بصلتين متوسطتين في الكبه مع قرن فلفل. حطيت قرنين، واحد اخضر واحد احمر. هنحط بقى البهارات: كمون وكزبره وفلفل اسمر وقرفه وكركم، بس حاجه بسيطه. مش عايزه تحطي كركم ما تحطيش، بس هو فلفل اسمر وكمون وكزبره وقرفه، وطبعا الملح، وتقلبيهم. افتكروا ان احنا ضربنا بصلتين وقسمناهم، بعد كده ما خدناش كل الكميه اللي في الكبه، خدنا نص الكميه بس. هنقلبهم كويس جدا كده زي ما انتوا شايفين، وبعد كده بقى هناخدها ونحطها كده بين اللحم والجلد في الفرخه او الحمام ايا كان اللي انت تعمليه، عشان يكون طعمها حلو، كمان ريحه الزفاره من جوه ومن بره، كل الفرخه حتى الجلد من بره. بعد كده بقى معايا دي دهن طالع من الفرخه نفسها، فخدته وسيحته مع شويه زيت، وبعد كده نزلت عليه القناصه بتاعه الفرخه. اول ما لونها يتغير معايا، طبعا القناصه عشان تقطعيها بالسهوله، او الكبد عامه قطعيها بمقص، بالذات بتاعه الفراخ عشان تطلع معاكي قطع صغيره كده. اول لما الكبد والقوانص كده تاخد صدمه، هننزل بقيه البصل بقى، بقيه الكميه اللي معانا. بعد كده هنحط البهارات: كركم، وده اول حاجه عشان لون الرز يبقى حلو، وحطيت ملح، فلفل اسمر، كمون، كزبره، قرفه، بس اهم حاجه الكركم والقرفه. بتقلبيهم كويس جدا كده البهارات مع الكبد والقوانص والملح، وبعد كده معايا الرز. طبعا انا مكتره في كميه الرز، لان الكميه دي هي اللي هحشي بيها الفرخه، وهي اللي هعمل بيها الرز اللي هحط الفرخه في النهايه عليه. هتقلبي في الرز كده، احنا نقعنا الرز 10 دقايق، وهنقلبه كمان حوالي 10 دقايق او ربع ساعه على نار تكون هاديه عشان ما يلزقش منك في الحله. انا الطريقه دي بعتمدها على طول، سواء في الحمام او الفراخ البلدي، بس فراخ بلدي تكون صغيره ما تكونش كبيره في السن. وكمان الفراخ البيضه، ما بحبش اسوي الرز ولا نص سوا ولا ربع سوا ولا الكلام ده خالص. بحس اللي هو بيفقد طعمه، مبيبقاش ليه طعم قوي في الفرخه نفسها، وممكن كمان يتهري اثناء ما الفرخه بتستوي. فده افضل طريقه اللي انت تنقعيها قبلها ب10 دقايق، وبعد كده بتسويه كده مع الرز مع الكبد والقوانص والبصل حوالي 10 دقايق كمان كده او ربع ساعه على نار هاديه على النار. بعد كده بناخد نص كميه كده الرز او الكميه اللي انت هتحشي بيها، وتحطيها في الفرخه كده وتحت الجلد وعند الزور، بس تحت الجلد بقى يعني تبقى حذره جدا، ما تحطيش الا حاجه بسيطه جدا تحت الجلد، لان جلد الفراخ البيضه والفراخ البلدي غير الحمام بيبقى ضعيف هيتقطع منك، فخدي بالك من النقطه دي، تبقى تحطي تحت الجلد حاجه بسيطه جدا. بعد كده معايا خلة، اللي هي الخلة دي بتاع السنان، وبعد كده قفلتها. ممكن تقفليها تخيطيها، بس كده اسهل. وجبت خيط وربطت الرجول كده. وبعد كده معايا الشوربة، طبعا حطيت البهارات زي اي شوربة بنعملها، وكمان بصلاية متوسطة وكنت مقطعها. بظبط الملح قبل ما احط الفرخ،
ولازما الميه تكون بتغلي كده والحله تكون كبيره، وكمان الميه تكون مغطيه الفرخه. انا زودت الميه ميه سخنه مش ميه بارده، يعني انت لو لقيتي ان الميه مش جايه لنهايه الفرخه كده زودي ميه سخنه مش ميه بارده. فالاول كده بتسيبيها على نار عاليه لغايه اما تغلي غلوتين، وبعد كده بتهدي النار عليها عشان الرز يستوي والفرخه تستوي براحتها، وكمان ما تتقطعش منك. القطعه اللي على بطن الفرخه دي اساسا كانت مقطوعه وانا كنت بخلي الجلد، فعملتها بخلة سنان كده زي ما انتوا شايفين. بعد كده بقى معايا الشوربه اللي طلعت من الفرخه، بس فيها الرز اللي بقى معانا برضو اللي احنا عملناه في البدايه خالص، اللي احنا حشينا بيه الفرخه. ومعلومه مهمه جدا بقى بالنسبه للرز ده، ما تحطيش شوربه كتير، حاجه بسيطه جدا، عشان احنا اصلا منقعينه ومسويينه، يعتبر مشوحينه على النار 10 دقايق او ربع ساعه، فهو واخد نص سوا او ربع سوا. فانت ما تزودلوش الشوربه، هو كبشتين كده يعني تخليه اقل من مستوى الرز كمان، وبتسويه على نار هاديه مش نار عاليه، عشان يطلع معاكي في النهايه مفلفل وطعمه حلو. وصدقوني الطريقه دي حلوه جدا جدا جدا. عندنا في البيت ناس ما بتحبش اصلا الفراخ البيضه، لما عملتها بالطريقه دي وحشيتها وعملتها بالطريقه دي حبوها جدا. الفراخ البلدي قصدي، في ناس كتير بتقرف من البلدي بسبب اللي هو بيبقى زفر شويه عن الفراخ البيضه. بعد كده بقى ازاي تخلي اللون الفراخ كده حلو زي اللي بنشوفه كده في التلفزيون وفي الفيديوهات. بتحطي معلقه سمنه سواء بلدي او اي حاجه او زيت حتى مش لازم يعني، ومعلقه صغيره من عسل النحل، بتقلبيهم كويس. لو عندك كاتشب اللي بيديها لون حلو برضو، تحطي حاجه بسيطه كده على الخلطه دي، بيدي للفراخ لون حلو جدا، بيدي لها اللون الاحمر الحلو ده اللي احنا بنشوفه. بتدهني الفرخه كده من كل حته فيها يعني عشان تاخد اللون حلو. وانا شلت طبعا الخله السنان اللي انا كنت عامله بيها الفرخه، مقفله بيها الفرخه. بعد كده هتدخليها الفرن على تحت الشوايه، عايزه تشغلي الشوايه والفرن من تحت شغليه. طبعا بتبقى على نار عاليه شويه، ما بتبقاش هاديه عشان الفرخه ما تنشفش منك، بالاخص لو هي فرخه بيضه فرخه بلدي. بعد كده شوفوا بقى الرز طالع مفلفل ولونه حلو جدا وطعمه والله تحفه تحفه تحفه. بصوا بقى في المقطع ده انا كنت حيرانه، يعني غيرت الطبق اللي انا غرفت فيه يجي مرتين. لقيت الرز شويه صغيرين مش باين من الطبق، فرحت مغيره لطبق تاني اللي انتوا شايفينه ده. وبعد ما حطيتها في الطبق دون الفرخه جت صغيره، فرحت حطها في الطبق الكبير تاني. واخده لون حلو وريحتها حلوه جدا، والله اعملوها بالطريقه دي على ضمانتي. الرز هيطلع مستوي، الفراخ مستويه. او نسيت اقول لكم قبل ما الفيديو يخلص ازاي بتعرفي ان الحمام استوى. بتيجي من عند الجناح كده، عامه الحمام بيقعد في التسويه 35 دقيقه بالظبط، بالظبط 40 دقيقه بالظبط وبتطلعيه، ما بيقعدش زيادة عن كده. بيكون لو عملتيه بالطريقه دي ونقعت الرز والكلام ده نفس طريقه الرز اللي احنا عملناها، هو بيقعد في الشرب 35 دقيقه و40 دقيقه بالظبط، وبعد كده بتطلعيه. وبتعرفي ازاي التاكد ازاي، بتاخدي الجناح كده القطعه بتاعه الجناح وبتلويها، لو انكسرت معاكي بالسهوله يبقى كده اللحم بتاع الحمام نفسه استوى. وده شكل الفرخه بعد ما خلصت، لونها حلو. لو عايزه تاخدي لون ذهبي زياده طبعا اللون يرجع لك، بس انا كنت مستعجله فطلعتها باللون ده. هوريكم بقى الفراخ مستويه ازاي والرز من جوه مستوي، وغير طعمه والله طعمه تحفه تحفه. انا عامه مش من انصار الناس اللي بتحب تسوي الرز زي ما قلت لكم نص تسويه او ربع تسويه، بحس اللي هو بيستوي في حته والفراخ بتبقى في حته تانية، مش عارف ما جربتهاش قبل كده، بس الطريقه دي اللي على طول بعملها وبيطلع الرز مستوي حلو. وكمان مش معجون، بخاف من الطريقه التانية لان ممكن الرز يتعجن مني. الرز مستوي وجميل جدا وطعمه حلو.
لو عجبكم الفيديو لو سمحتم اعملوا لايك وشير واشتراك في القناة، وشكرا للناس اللي بتتابعني، وبحبكم جدا، واشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله.